قلت لك ان احنا ممكن نخش قصر الكبابجي ب 200 جنيه ونتغدى. انا حاسس ان هو تحدي صعب شديد، المصور رافضه تماما، بس انا عملت سلسله اسمها الغالي يرخص لك. عشان كده النهارده هنخش نجرب قصر الكبابجي بالورقه دي بس. فتعالى نشوف الدنيا هتعمل ايه مننا، هنشوف الغالي هيرخص لك فعلا ولا هناخد على دماغنا جوه. يلا بينا. احنا دخلنا متوترين جدا، ركبي بتخبط على الجيران، ده المنيو. عملنا سكان فطلبت حاجات هو 200 جنيه اللي هندفعها، 200 جنيه ولا اكتر ولا اقل. المهم انا طلبت مع ال 200 جنيه طبق طحينه، لان الراجل لقيته بيقول لي مش هتاخد حاجه تغمس فيها كده، طحينه سلطه بتاع. حسيت ان انا شكلي وحش قوي، وعايز اقول لكم ان المصور كان رافض ان احنا نخش. قال لي انت هتصغرنا، الناس بتطلب صواني، انصاص، ارباع، انت تطلب لي؟ قلت له يا مصور الهدف من السلسله دي ان انت تخش تقعد في مكان محترم جميل شيك وما تدفعش كتير، وده ينزل لك كده تقزقز تنسنس فيهم او تسناك لحد ما الاكل ينزل لك. قولوا لي رايكم في السلسله دي، نكمل ولا ما نكملش؟ لان المصور رافض ان احنا نكمل فيها، بيقول لي انت كده هتصغرنا قدام الدنيا. قلت له لا مش هتصغر. فاستنوا بقى الاكل ينزل. الاكل وصل 200 جنيه زي ما قلت لكم. يلا بينا. تسلم ايدك. ايوه هو عارف انت طالبه ايه، هو عارف انت طالبه ايه. تسلم ايدك يا حبيبي، متشكر ليك، شكرا. تعالوا بقى اقول لك احنا طالبين ايه. كده كده اكل المصور احنا هنجربه. بص طلبت توم كفته، ده للمصور غالي اغلى من ده، وانا طلبت بقى حاجه اقل من ال 200 جنيه. انت متخيل هتقعد في قصر الكبابجي وتطلب حاجه اقل من 200 جنيه؟ يمكن صغيره ممكن تزود شويه، بس هو ده السلسله، ده الهدف من السلسله، ان انت تخش تقعد في مكان وتطلب حاجه بسيطه تاكل وتروح. طلبت توم صدور مشويه، دي توم صدور مشويه قطعتين محترمين، فاحنا هنجرب. ممكن اقول رايي؟ عايز ايه يا مصور؟ انا عاجبني السلسله جدا، عشان كمان في ناس بتخاف ان هي تخش الاماكن دي. الله ينور عليك. انا عامل السلسله دي عشان الناس اللي بتعدي قدام المطاعم دي وتخاف ان هي تخش تجرب. يا باشا خش جرب، حتى لو حاجه بسيطه ومحدش ليه عندك حاجه، اقعد اطلب اللي انت عايزه، مش لازم تملى الترابيزه. والله انا طالب دول فعلا وحاسب عليهم واتكل على الله. دي حاجات من اختيارك يعني، اكيد كان في حاجات تانية. في حاجات تانية